السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في الفيديو جديد. نديرو مسيمنات العيد بواحد الحشوه خطيره وزوينه وكتجي ولا اروع. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، ونتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من الاشتراك وجيم وتعليق في الفيديو. هنا بالنسبه للمقادير كنحتاج 300 غرام ديال الدقيق ما يعادل 3 الكيسان ديال العنبه. كنزيد عليهم 2 معالق كبار ديال السكر، كنزيد معلقه صغيره ديال الملحه، 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، كنزيد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وكندير كاس ديال الحليب يكون بارد ماشي دافي. من بعد كنزيد عليهم واحد الساشيه ديال الفاني صافي، وكنبدا نجمع بالماء. الماء هنا خدات مني واحد نص كاس ما كاملش صافي، وكنحاول ندلكها مزيان ونجمعها في بلاستيكه، ندهنها شويه بالزيت ونجمعها في بلاستيكه، ونمشي نوجد معكم ان شاء الله الكريمه ديال الحليب. هنا البنات بالنسبه للكريمه ديال الحليب غندير فيها 80 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال المايزينا ولا اميدو دي مايس، عندي هنا نص لتر ديال الحليب، عندي هنا واحد الساشيه ديال الفاني وواحد الفرماجه. هنا البنات كناخذ الحليب كندير عليه سنيده، كندير المايز، واحد فاني، واحد المعلقه ديال العسل، وصافي. هنا غنديهم البوطه ونخليها حتى كتعقد، تبدا شويه كتسخن، وعاد ندير معاهم هاد الفرماجه اللي بقات، ومن بعد نخليوها حتى تعقد ونرجع معكم ان شاء الله نوريكم النتيجه. هنا البنات بالنسبه للكريمه ديال اللوز غندير 2 حبات ديال البيض، غندير 80 غرام ديال السكر كلاصي، كندير 5 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه كبيره ديال الدقيق ما يساوي 15 غرام، هنا عندي 80 غرام ديال الزبده من الاحسن ديروها تكون يعني زوينه في المذاق. نحاول نخلط هادشي مزيان ونرجع معكم. هنا البنات عندي الروح ديال اللوز، غندير منه واحد القطرات، وعندي 125 غرام ديال اللوز مطحون بقشوره. نحاول نخلط هاد الكريمه هذه، كنحصلوا على هذا الخليط يكون على هذا الشكل هذا صافي. دابا غنديرو في واحد لابروشيط باش يجيني ساهل في الخدمه. هنا البنات درت الزيت ودرت الزبده، وغندير هنا واحد المعلقه ديال الدقيق حتى ل2 معالق. المهم نتوما هادشي تقدروا ديروا الكميه اللي عندكم ديال المسمن ولا ديال الملوي، هذه كتحكموا فيها نتوما، يعني تقدر تسالي وتعاودوها صافي. هنا كندير الزبده والزيت الدقيق نخلطهم مزيان حتى يوليو كشكل بوماد. هنا عندي الفينو غنزيد معاه شويه ديال الخميره ديال الحلوى وصافي، نخلطهم ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا البنات كناخذوا العجينه ديالنا من بعد ما طلقت كتولي على هذا الشكل هذا.
صافي ونقطعوها قطع صغيره. انا من بعد ما قسمتهم على 8 الكويرات غنغطيهم نخليهم حتى يرتاحوا واحد شويه وصافي نبدا نقرص فيهم. البنات الا كنتم مزروبين وبغيتوهم باش دغيا تلقوهم وتسرحوهم ديروا كيف ما كندير لهم انا بحال هكا وكنخليهم على جنب حتى كيطلقوا واحد شويه عاد كنبدا نزدي فيهم. هنا كناخذوا هاد العجين الكويره الاولى كنديروا فوق منها الزبده وداك الخليط اللي درنا، من بعد كنرشوا شويه بداك الدقيق وكنجيبوا العجين الثانيه نحطوها فوق من هاد الكويره ونعاود ثاني ندير شويه الزبده، ندير شويه الدقيق اللي فيه الخميره وصافي نبقى نستمر على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الكويرات اللي عندي كاملين ونرجع معكم. البنات من بعد ما سرحتها كنعاود ندير عليها الزبده. من الاحسن البنات الا كانت عندكم الزبده يعني ديك البنينه اللي كتكون زوينه في المذاق من الاحسن ديروها باش تعطيكم واحد النتيجه غزاله وتعطيكم واحد المذاق زوين. صافي هنايا كنحاول كاع وهنا كنرش شويه بداك الفينو اللي فيه الخميره ديال الحلوى وكنطويها كطي المسمنه، كنعاود تاني ندير عليها شويه الزبده ونرشها تاني بالفينو اللي فيه الخميره، ومن بعد كنخليها ترتاح. كنجي هنا كنقطعها على قطع مربعات، من بعد كنجيب ديك الكريمه ديال اللوز والكريمه ديال الحليب، كندير الكريمه ديال اللوز هي الاولى وكنعاود ندير الكريمه ديال الحليب. الصراحه البنات هذه راه كتجي غزاله، حاولوا نتوما ما تكثروش باش ما تخرجش لكم من جناب، وكتاخذوهم وكتلاقيو هذوك الريوس مزيان وكتسدوهم مزيان صافي وكتقلبوها وكتحطوها على الوجه ديالها باش تعطيكم شكل مربع. هنا كناخذ صفار بيضاء كندهنها ومن بعد كنشرطهم شويه بالموس، وهذا هو الشكل النهائي ديالها البنات كيف ما تشوفوا معايا. الصراحه جات غزاله، جات مقرمشه ولا اروع، يعني المذاق فيها بنين. نتمنىكم الفيديو يعجبكم وما تبخلوش عليا بجيم وبارطاجيو، وشكرا لكم وشكرا على متتبعتكم ليا، والله لا يخطيكم عليا البنات.